سيوة من احلى الاماكن اللي موجوده في مصر، وعشان كده هقول لكم على كل حاجه بعملها هناك طول مده الرحله كل يوم. الموضوع بدا ان انا كنت مضغوط جدا في الشغل الفتره اللي فاتت، فقررت افصل واروح مع صحابي سيوه. وبعد طريق 12 ساعه وصلنا اخيرا سيوه، ورحنا مكان اسمه تكية الامير عشان نفطر، والمكان كان هادي وبسيط. وبعدها رحنا الاوتيل، حطينا الشنط ونزلت اتفرج على البلد بقى، واتفاجئت هناك ان هما بيتكلموا امازيغي مش مصري. واليوم كان ماشي عادي لحد ما رحنا اوتيل طاغين اللي بيكون على بحيره واسعه كده. وبدأنا أول حاجة بإننا نأكل الحمام والطيور اللي كانت موجودة هناك. والأحلى كانت القعدة على البحيرة وقت الغروب، واحنا قاعدين لقينا شاب اسمه أيمن بيلعب طبلة، كان مولع الدنيا وكل الناس بتغني معاه. واستغلينا الوقت ده وقعدنا نتصور كتير لأن منظر الغروب كان تحفة بجد. وبالليل بقى بعد العشاء كان في فقرة دي جي، وكل الناس كانت بترقص ومبسوطة، وكان في ناس بتغني سيوي كمان. واتفاجئت ان هم بيغنوا أغنية طلعت زكريا في فيلم أبو علي. وبس كده، ده كان أول يوم ليا في سيوة، واستنوا الأيام الجاية.